السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعة وكنرحب بكل من انضم للقناة. نقول لكم مرحبا والف مرحبا، شكرا جزيلا على الثقة ديالكم. اليوم بغيت نقترح عليكم الراس ديال الغنمي في الكوكوط، تيجي مدغمر واحد الطريقة اللي غتجي معلك وطايب زبدة، وغندي نرافقو بالخضر مشكلة. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش من الدعم والاشتراك وكتابة التعليق فضلا وليس امرا، والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. نبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. كما تشوفوا معايا هنايا خديت الكوكوط، غنضيف فيها واحد الزلافه ديال المحمص اللي يكون مرطب ليله قبل، وغنضيف عليه واحد 2 سنينات ديال الثومه، واحد 2 زليف ديال الماء غير من الروبيني، الزلافه الثانيه كما شفتوا معايا. وبالنسبه للكميه تتبقى على حسب افراد العائله. هنايا ضفت نص معلقه صغيره ديال القزبر حبوب مطحون، والملحه تتبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي غنسد الكوكوط ديالي ونديرها طيب واحد نص ساعه تقريبا ما كاملاش. تقلبوا هذاك الحمص ديالكم. هنايا خديت الخضره. بالنسبه للخضره اي خضره عندكم، خديت هنايا اللوبيا خضراء والبطاطا وخيزو والقرعه الخضراء، غنقيهم. هنا الحمص بعد ما طاب كما تتشوفوا. صافي غنحيدو من هذاك الماء، غنحتفظ بالماء ونحيد الحمص على جنب. حتى ديك الثومه حتى هي غندي نحيدها. صافي الحمص ديالي بعد ما صفيته غنخليه على جنب. كما قلت لكم هنايا داك الماء اللي بقى غندير فيه الراس. بالنسبه للكميه ديال الراس على حسب نتوما والعائله ديالكم وعلى حسب الموجود. هنايا درت انا واحد نص راس ديال الحولي. درت الملحه وغنضيف عليها الكمون معلقه صغيره مع مراش، وغنضيف عليها التحميره. تيجي بنين بهاد التوابل اللي غنديروا ليه. غير جربوا بهاد الطريقه ان شاء الله غيعجبكم. وغندير عليه القزبر حبوب مطحون، وغنضيف عليه واحد المعلقه كبيره ديال زيت المائده. الخضره بعد ما قطعتها ستفتها بداك الكسكاس ديال الكوكوط. كلشي درته في الكوكوط كما شفتوا معايا. هنايا درت واحد رشيشه ديال البزار، وغنزيد واحد رشيشه في الراس. الا كنتو تبغيو الحار ممكن ديروا الحار في السودانيه في الراس. هنايا درت الملحه، قزبر حبوب والابزار، واحد شويه ديال الكمون. صافي غنغطي عليه ونديرو يطيب فوق البوطه. هنايا خديت الحمص درتو في واحد الطاوه ديال الفران، نفرش عليها الكاغي ديال الطبخ. ممكن ديروا غير شي صينيه. غنبعث هذيك الثومه باش تطلق لينا البنه ديالها. ممكن تخليوه ديروا ليه غير الكمون وتزينوا به الطبق ديالكم، ولا ديروا ليه العطريه وتدخلوه الفران واحد ربع ساعه تقريبا تيتحمر وتيتلبس بديك العطريه تيجي بنين. هنايا درت ليه السودانيه وقزبر حبوب والملحه والكمون، وضفت هنايا التحميره. وغنضيف عليه زيت المائده القياس اللي غيخلط لينا هاد التوابل. دخلوا الفران بشعل من الفوق ومن التحت. تقبط فيه هذيك العطريه تيجي منسم تيجي زوين. غير جربوا بهذه الطريقه. انا ما خليتوش حتى تقرمل في مره، وانتم على حسب الذوق ديالكم. صافي بعدوا بعضياتهم باش يجيو ملبس ومحمر من الجناب. نبدلوا شويه على الطريقه العاديه، نديروا شي حاجه اللي مختلفه وبنينه في نفس الوقت. وما تغفلوش عليه لا يمشي تحرق لكم في الفران. الطبق ديالي بعد ما طاب تيجي شهوه منه طايب زبده، تيجي ما هو محمر ما هو مفور. ونفس الاناء درنا فيه كل شيء. 2 زلايف ديال الماء هذا هو القياس اللي بقى منهم. تجي واحد المريقه اللي معلكه كما تتشوفوا.
وتزيد واحد البنه واضافه زوينه. صافي غندير هذيك الخضره اللي تفورات معاه، نستفها في الجوانب. وغنزين بالحمص اللي حيدت من الفران، شويه ديال المعدنوس من الفوق. وتيبقى التقديم على حسب كل واحد والطريقه ديالو. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم الفيديو طبعا ما تنساونيش من الدعم والاشتراك وكتابه التعليق فضلا وامرا، والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله. في وصفه واحده اخرى ان شاء الله.